أصدرت الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي زوجة المخرج خالد يوسف بياناً رسمياً للرد على ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن شجار مزعوم في الساحل الشمالي، قيل أنها كانت أحد أطرافه. وأكدت شربتلي في بيانها أن تلك الواقعة لم تحدث من الأساس ولا علاقة لها أو لزوجها المخرج خالد يوسف بأي تفاصيل وردت في الأخبار المتداولة. ووصفت القصة بأنها مضحكة ومختلقة تماما، مؤكدة أنها لا يمكن أن تحدث في ظل وجود القانون، مضيفة: نحن في دولة قانون ولسنا في غابة، ولو كانت هناك واقعة حقيقية لتم اتخاذ الإجراءات القانونية على الفور ضد الطرف الآخر. واتهمت شربتلي فنانة متقدمة في العمر دون أن تسميها بالوقوف وراء هذه الشائعة، مشيرة إلى أنها قربت 70 من عمرها ولم تتعظ من تقلبات الحياة، مضيفة أنها معتادة على النصب والاحتيال ولديها سجل طويل من القضايا الموثقة بالأدلة والمستندات سواء في حق شربتلي أو آخرين. ولفتت إلى أن هذه الفنانة لا تفرق في استيلائها على أموال الناس بين غني أو فقير. وأضافت شربتلي: هذه الأكاذيب تظهر غلا دفينا وسعيا دائما من هذه الفنانة لاختلاق القصص الملفقة وترويجها على بعض الصفحات بهدف التشويش على حياتي وعائلتي، وهو أمر لن ينجح، فحياتي مستقرة وسعيدة مع زوجي وابنتي وأحبائي، ولن تهتز بما يروج من خيالات مشوهة. واختتمت الفنانة بيانها بتحذير للمواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي من الانسياق خلف هذه الأكاذيب دون تحقق، مشيرة إلى إمكانية اتخاذ إجراءات قانونية بحق من يساهم في ترويج الشائعات دون الاستناد إلى مصادر موثوقة.